السلام عليكم ورحمة الله. بزاف ديال الناس سولوني على القهوة، واش مزيانة ولا لا للصحة، فوقاش نشربوها، واش كتزيد في الحموضة، واش الناس اللي عندهم الحموضة يقدروا يشربوها، والعلاقة ديالها مع الكبدة واش مزيانة ولا لا. أول حاجة خصنا نعرفوا بأن القهوة مفيدة للصحة مزيان، ولكن ما خصناش نكثروا منها. أول حاجة فوقاش نشربوها، ما نشربوهاش على الريق، ساعة حتى ساعتين من بعد الفطور، ودائما نشربوا معها الماء لانه كيزيد من الفوائد ديالها. ها وحده. ثانيا، الناس اللي عندهم الحموضه خصنا نعرفوا بان القهوه كتزيد في الحموضه، دونك خصو ينقصوا منها بالليل، ينقصوا منها بزاف بالليل وما يشربوهاش ويزيدوا ينعسوا. الا شربتيها ونعستي كتزيد لك في الحموضه. والقهوه خصكم تعرفوا بانها كتعاون الكبده، كتنقص من التهابات الكبده، كتنقص من حتى السرطان ديال الكبده. يعني سيروا تقهووا مع راساتكم وبارطاجي هذه المعلومه. السلام عليكم، بارك وعشركم. كي دايرين اخوتي؟ لاباس؟ بزاف الناس سولوني على الدم في المخرج، يعني واش ما عمركم شفتوا الدم في المخرج، ولا الخروج كانوا فيه خطوطه حمرين، ولا نهار توضيتي لقيتي الدم، ولا مشيتي الطواليت لقيتي فيها الدم. ركزوا معايا مزيان، راه يقدر تكون حاله خطيره، حيت بزاف د الناس ملي كيشحابوا الدم تيقولوا راه شي بواسر صغيرين ولا شي حاجه طرطقات ليهم في البواسر تماك. اول حاجه خصك دير شنو هي؟ تمشي عند الطبيب، باش هاد الطبيب غادي يقلبك باش كيشوف واش عندك بواسر ولا شق في المخرج، يعني الفيسور. والطبيب ما خصوش يوقف على هذه الحاله، يعني ماشي يقول راه فيه البواسر ما بقى عنده والو. هذا هو الحاله اللي كيوقع خطيره بزاف، يعني حيت ملي كيوصل عندنا السيد عنده الله يستر سرطان في المصرى، دائما كنلقاو بانه مشى عند الطبيب ولا مشى عند الفارماسيان وخدا الدواء ديال البواسر، هذه 3 شهور ولا هذه 4 شهور. هذا هو الحاله علاش الناس خصهم ضروري يتركزوا معايا في هذا الخط. الطبيب ملي غادي يقلبك اول حاجه غادي يعطيك الدواء ديال البواسر ولا هذاك الشيء ماشي مشكل، ولكن خص دير واحد التحليله ضروري ديال الغائط باش يعرفوا واش فيه الدم من الداخل. حيت الا كان الغائط فيه الدم من الداخل يعني كاين عندك جرح داخل في المصران، يعني خص يخوي لك الطبيب المصران ويدير لك واحد التيو ويديروا واحد سكونابيل بيوبسي، يعني واحد العينات كياخذهم من المصران باش يشوف واش عندك التهاب حاد ولا التهاب مزمن، هي لا مرض دي كرون ولا مرض دي ار اللي بزاف الناس سولوني عليهم وغادي، ولا سرطان ديال المصران اللي غادي نديروا عليه حلقه كامله لانه كثير بزاف. وهو اللي زوين فيه هو راه كيداوى، يعني هادشي كله ديال الحالات اللي قلنا كلهم عندهم الدواء ديالهم، غير خصنا نلقاوهم. خاصكم تعرفوا بان الجهاز الهضمي من الفم حتى للمخرج يقدر يسيل بالدم. الاسباب كثيره، ولكن بعض المرات ما كنقدروش نلقاوها السبب. علاش؟ لان ملي كنديروا التيو كحدوا المعده، وملي كنديروا التيو د المصران حدوا المصران الكبير وشويه في المصران الصغير، كيبقى المصران الصغير كله اللي فيه 3 ولا 4 لتر ما كيقدرش يتشاف. ديك الساعات كان الواحد كياخذ واحد الكاميرا صغيره تيشربها وكتمشي لعند الكرش كامله كتاخذ تصور، وخصها الوقت باش تقرا، وبزاف د المرات كدوز على حسب الحالات، تقدر ما تلقاش المرض اللي كاين. داكشي علاش الحالات كيكونوا صعاب، ولكن خصكم تعرفوا بان 95% ديال الحالات كلهم كيتلقاو يا بالتيو ديال المعده ولا التيو ديال المصران. وشرب الماء معاك مزيان وبارطاجي هذه المعلومه، والسلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد. اليوم غادي نهضروا على المراره عند الراجل. علاش بالضبط عند الراجل؟ لان ماشي نفس الاعراض بحال المراه. المراه اللي كتجيها المراره كيجيها الحريق في الوسط هنا ولا في الجنب هنا من بعد شي ماكله اللي فيها ليدان، وكيمشي الحريق للظهر ولا بين الكتاف، وكتحس ديما بين الكتاف ثقيل عليها مع شويه ديال الدوخه. كتمشي عند الطبيب كيدير لها التلفازه والتحاليل، تيقول لها عندك المراره منفوخه شويه ولا الحجر فيها، وكتحيدها ومريضنا ما عنده بس. الراجل المشكله ديالو هو ما كيحش بنفس الاحساس ونفس الاعراض بحال المراه. الراجل دائما تيفتحها في حالة طوارئ، كيجي دائما المرارة متقوبة ولا فيها القيح لداخل، ولا كاع تحول الالتهاب مزمن، وكيقدر يوصل حتى لامراض خطيره اللي هو الكونسير د المراره. النصيحه للرجال الا كان عندهم الحجر في المراره يمشيو يحيدوها قبل ما يحيدوها في حاله طوارئ ولا مستعجله بزاف، لانها تقدر توصل للخطر، وشحال من واحد توفى بسبب المراره. السلام عليكم.